تعرف ان الشروق احسن من التجمع وزايد؟ هقولك ليه، بس تابع معايا لاخر الفيديو. انا ياسمين طارق ودي النشرة العقارية، والنهارده هنتكلم عن افضل مدن الجيل الثالث مدينة الشروق. خلينا نرجع كده بالزمن 30 سنة لورا سنة 95 لما طلع قرار 326 ببناء مدينة الشروق، ودي كانت حجر الأساس لأول مدينة متكاملة في شرق القاهرة بتربط بين طريق السويس من الجنوب والإسماعيلية من الشمال، وليها 3 مداخل رئيسية، ومن كل طريق مدخل شروق 1 وشروق 2 وشروق 3. اتقسمت واتخططت صح جدا، وده اللي خلاها أقل مدن الجيل الثالث من حيث الكثافة السكانية، ده بخلاف المسطحات الخضراء اللي مخلياها أول مدينة مصرية صديقة للبيئة وأقل نسبة تلوث في القاهرة الكبرى عامة. وعشان كده مطورين كبار زي طلعت مصطفى وصادق وحسن علام ولا فيستا والبروج مصر وغيرهم كتير اختاروا ان اكبر مشاريع ليهم تكون في مدينة الشروق، وده اللي خلى نادي هليوبلس اكبر نادي في مصر يكون ليه فرع هناك، 4 جامعات واكتر من 22 مدرسة منهم الناشونال والانترناشونال علشان تناسب احتياجات سكان المدينة. وفي 2017 مع انطلاق الحي الحكومي والحي المالي في العاصمة الإدارية بيبعد اقل من 10 دقايق من الشروق، الناس بقت بتدور على اقرب منطقة عايشة للعاصمة. وهنا بقى مربط الفرس، يلاقوا الشروق اول حاجه بتظهر لهم، ما هو طبعا مدينه عايشه اكتر من 15 سنه فيها كل الخدمات اللي بيحتاجوها، وبينها وبين التجمع 15 دقيقة. وعن مصر الجديده ومدينه نصر اقل من نص ساعه، فمعاش هناك ليه؟ مع بداية 2023 وافتتاح خط ال LRT اللي رابط بين محطة مترو عدلي منصور والعاصمة الإدارية مرورا بمدينة الشروق، الشروق بقت في حتة تانية خالص، وأسعار العقارات زادت بنسبة 300%، والعين بقت عليها أكتر وقت، والمطورين بقوا يتسابقوا علشان ياخدوا قطع أراضي ويطوروا سواء لكومباوندات سكنية أو مولات تجارية وخدمية. وعلشان كده بفكرك إن الشروق أفضل مدن الجيل الثاني من حيث التخطيط العمراني والكثافة السكانية وأقل نسبة تلوث بيئي في القاهرة. كنا معاكم في النشرة العقارية، أول محتوى مرئي عن أخبار العقارات في مصر، ولو عجبك المحتوى لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. كنت معاكم أنا ياسمين طارق.